اهلا بيكم في الفصل الثاني من حكاية شياو. فلو مشوفتش الجزء الاول فروح شوف الاول، ويلا بينا نكمل الحكاية. بنكمل حكايتنا بعد ما وانغ رمى شياو في البحيرة. بعد كده شياو لما بيطلع من البحيرة بيقول يبدو ان هؤلاء الاوغاد قد رحلوا. بعد كده بيطلع من البحيرة واول ما بيشوف قدامه قطة الفراولة بيقول ان الجرح قد اختفى، وبيقول يا ترى هي قطة الفراولة المغمى عليها قدامي ديت هي اللي انقذته. وبيقول لكن بقدر ما أعلم لا ينبغي أن تمتلك قطة الفراولة أي قدرات شفاء. بعد كده بتتفتح قدام شياو لوحة غريبة جدا، وبيكون مكتوب في اللوحة إنه تم تفعيل نظام تطور الوحش الشبحي. وبتكون مكتوب في اللوحة إن في مهمة، وبتكون مكتوب المهمة ديت إن لازم يتم توقيع عقد الوحش الشبحي مع قطة فراولة. وبتكون المهمة ديت غير مكتملة عند شياو، وبيستغرب لما بيعرف إن هو لازم يعمل عقد شبح. وبيقول طالما كده انا ممكن برضو اصبح سيد الوحوش. وبيقول انا عاوز اصبح سيد الوحوش عشان اعرف انتقم من الاوغاد اللي رموني في النهر. بعد كده لما بيشوف قطة الفراولة بيقول على الرغم من انني لا اعرف لما ظهرت قطة الفراولة هنا، وبيقول ولكن الان وقد اصبح هنا ساجعله وحش الشبح. بعد كده بياخد باله انه القط ده الصح. وقتها بقى كلنا بنتفاجئ لما بنعرف ان القط بيعرف انه يتكلم، وبيقول مياو فوشان ييب مان. ما تسألونيش بقى على اي حاجة عشان هو القط اللي اسمه كده هو اللي بيقول كده، انا ماليش دعوة انا بجري وخلاص. بس يعني شياو بيقول له استنى بس انا مش كنت عاوز اذيك، ده اللي لقيتك اصلا من قاع البحيرة. بس انت بتتكلم في مين يا ابني؟ ده قطة مش هيفهم منك حاجة، ما تخافش يعني. القط بقى يا عيني من بعد ما هو ضربه وهو فرحان جامد. شياو بيقول له انت بتضربني انا؟ طب تعال. بيخش عليه وبعد كده بينتقل معاه الوضع عند البوابة، وبنعرف وقتها ان كان خلاص اصلا طالع منها. بعد كده لما شيو بيطلع من البوابة بيكون قط مغمى عليه، وبياخد باله عند البوابة ان في شخص هيطلع منه، وبيقول خلينا نتأكد من كده. وبيقول ان لازم محدش يعرف ان هو لسه على قيد الحياة. بعد كده بياخد باله من حد وبيقول هذا هو رئيس العمال بقية فريق العمال المنازل. بعد كده بتشوف اتنين، واحد منهم بيقول غريب هل اخطأت السمع؟ التاني بيقول له دعنا نذهب الى العجوز، لا يوجد اي شخص على قيد الحياة هناك. بعد كده بيقولوا وانغ جيالكو ليس محظوظا جدا اليوم، لقد مات العديد من أصدقائه الطيبين في المناجم. وبيقول له أيوة لما كان طلع كان عمال يزعق بصوت عالي عشان ينقذهم، لكن ليو أوقفه. بعد كده واحد من الأشخاص دول بيقول سمعت أن سيد الوحوش مفقود أيضا، وبيقول هذا ليس شيئا يجب علينا نحن الأخوين أن نقلق بشأنه. وبيقول إن عدت 5 ساعات على كارثة المنجم، وبيقولوا مستحيل إن يكون حد عايش من بعد وانغ العو. بعد كده لما بيرجع البيت بيلاقي أشخاص كتيرة متجمعين، وبيقول هو إيه اللي بيحصل هنا بالظبط. بعد كده 2 جيرانه بيشوفوه بيقولوا شياو اللي أين كنت منزلك يحترق. شياو بينصدم لما بيلاقي منزله بيحترق، وبتقوله إن هي اتصلت بالأطفاء، وبتقوله هي فين سيانا، هي مش طلعت معاك. بعد كده لما بيلاقي بيته بيتحرق بيقول واحد من الأشخاص بيقول مش تتهور عشان النار شديدة أو مش هتعرف تدخل. شياو طبعا مش بيفرق معاه وبينطلق زي المجنون عشان ينقذ أخته. بعد كده بيدن رزع على الباب وبيقول سيان أنت هنا، وبيرزع كمان وبيقول أنت عارفة تسمعيني ولا لأ؟ بس فعلا بتعرف ترد عليه، بتقول له أخ بس مش بتعرف تتكلم تاني. بيقول لها استني سأنقذك على الفور. بعد كده لما بيجي يعمل بالمفتاح المفتاح مش بيرضى إنه يفتح. بعد كده لما بيلاقي إن المفتاح مش عاوز يفتح بيدن يرزع على الباب. بعد كده بيحاول إنه يكسر المقبض بس برضه مش بيعرف. بعد كده بيترمى على الأرض ومش بيكون عارف يعمل ايه خالص عشان ينقذ أخته. وبعديها بيتعصب جامد وبيدنه يقول لسيان إنها تنتظر. بعد كده بيقول أنا هعمل ايه في الموقف الحرج دوت، وبيدنه يفكر هو يعمل ايه بس مش بتيجي في راسه أي وسيلة إنه ينقذ أخته. بعد كده بيدنه يرزع على الباب وبيقول افتح أيها الباب اللعين. أخته بتقول له إنه يسيبها ويمشي وهو بيزعق وبيقول إن أي حد يجي يساعده، اي حد بس يجي يساعد. بعد كده بنعرف ان قطة الفراولة امتصت كل الطاقة السلبية اللي جوا شياو وهي هتصحى. وفعلا لما القطة بتصحى بتجاهد نفسها عشان تكسر الباب. بعديها لما بتيجي تضربه فعلا الباب بيتكسر وشياو بيقدر انه يشوف اخته. بعد كده شياو لما بيشوف قوة القط بينصدم وبيقول ازاي بضربة واحدة قدر ان هو بس يكسر الباب. القط بيكون فرحان انه كسر الباب. بعد كده بنشوف شياو والقط هم رايحين ينقذوها. ودوت كده الفصل التاني من حكاية شياو، ونشوفكم في الحكاية الجاية وسلام.